اهلا بيكم في قناتي منوعات منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل فيديوهاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. ريفيو النهارده عن كريم الشعر فيانسي. الكريم ده طبعا مشهور جدا ومعروف بقاله سنين. بقالي سنين بصراحه بستعمله، حلو جدا جدا، شعري جاي عليه قوي، وهو بصراحه من احسن الكريمز اللي ممكن تحطوها على شعركم، لانه فيه عناصر كتيره جدا طبيعيه. والمنتج ده كمان 7 in 1 اللي هو 7 في 1، منتج جديد من فيانسي بخلاصه زيوت كتير جدا، زيت الروزماري وده طبعا جميل جدا للشعر، زيت الزيتون كمان، عندي زيت الخروع، زيت البصل والجوجوبا والالوفيرا، واخيرا وليس اخيرا الارجان اللي هو طبعا بيك بوس في كل الزيوت دي، والارجان ممتاز للشعر. فعايزه اقول لكم اي منتج فيه زيت ارجان بيبقى مفيد قوي قوي للشعر ومميز جدا جدا للشعر. 7 in 1 ده منتج جديد من فيانسي. طبعا طريقه الاستعمال انا بضغط كده ضغطه بسيطه بينزل عندي الكريم على طول، قوامه خفيف مش تقيل. طبعا ببتدي ان انا اوزعه على شعري وادلك بيه كويس جدا فروه راسي. حتى لو ما دلكتش فروه راسي كفايه حتى ان انا اغلف بيه الشعرايه، هيخليها معايا طول الوقت مش متقصفه، بيحافظ عليه من الهيشان، وفي نفس الوقت كمان بيخلي الشعره مترطبه جدا جدا. فعايزه اقول لكم بجد انه من الكريمات الحلوه قوي اللي انتوا مش هتندموا لما تستعملوها، وخصوصا لو جربتوا المجموعه كمان، استعملتوا المجموعه كلها، الشامبو بتاعه مع الزيت بتاعه تعملوا بيه حمام زيت مره في الاسبوع. لو اتبعتوا الروتين ده شعركم هيفرق جدا وهيغذي شعركم جدا كمان. بس كده، فزي ما قلت لكم مهم قوي ان انتوا لو استعملتوا المجموعه كمان كلها بتبين الفرق اكتر واكتر. كمان حاجه عايزه اقولها لكم برضو على المنتج ده، ان هو ممكن برضو اللي بيستعملوا او اللي بيستعملوا بيبي ليز او سشوار او بيعرضوا شعرهم لهيت، لازم طالما شعرنا بيتعرض لحراره يبقى فيه حاجه تغلف الشعرايه. فبرضو بنصح جدا بالكريم ده، بس نحط منه كميه بسيطه جدا جدا على الاطراف كده واحنا بنعمله، هيفرق جدا معاكم وهيطري معاكم الشعرايه جدا. عايزه اقول لكم ان كميته حلوه جدا كمان الكريم ده، حوالي تقريبا 240 ملي، مكتوب عليه تقريبا ورا 240 ملي، وسعره 60 جنيه، برضو سعره حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان دي تقريبا يمكن 6 أو 7 مره انا بكرر نفس العبوه دي، بجد من كتر جماله، يعني مش طالعه اتكلم عليه وخلاص، لا فعلا هو حلو قوي قوي، وفعلا من الكريمات الحلوه المغذيه للشعر اللي مش بتضره خالص، بالعكس بتفيده جدا. فانا حبيت اقول لكم عليه، يعني لان ده عشره، يعني معايا فيانسي ده من زمان قوي وانا مستمره عليه، لان انا لما بلاقي شعري جاي على حاجه معينه مستحيل اغيرها، لان انا شعري من النوع اللي بيتخض جدا وبيتقصف من اي منتج غريب عليه. فلما بلاقي حاجه كويسه ومريحه شعري بستمر عليها. فزي ما قلت لكم ده حلو جدا جدا، بس اخدوا شعركم عليه وحاولوا ان انتوا تستعملوا المجموعه كلها، هيفرق جدا جدا معاكم. طيب اكيد اي حد هيسأل السؤال ده، طيب دلوقتي انا لو جبت مثلا فيانسي اللي هو لتساقط الشعر، هل هيوقف معايا تساقط من اول شهر مثلا؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. التساقط والحاجات اللي زي كده دي حاجه عايزه ستيبس علاجيه او عايزه تريتمنتس معينه علشان توقف معايا تساقط، فاكيد مش فيانسي اللي هيوقفها. خلينا نتكلم برضو بصراحه، حتى لو هو منتج حلو او بيحافظ على مظهر الشعريه، مظهر الشعريه شيء وعلاجها شيء تاني، علشان الناس بتخلط في الامور. كمان حاجة تانية، طيب انا لو جبت فيانسي مثلا للشعر اللي هو التالف، هل من اول استعمال هلاقيه خلاص كده التلف راح؟ طبعا مستحيل. ما هو انا لازم اعالج شعري، لازم اشوف هو ناقصه اصلا ايه، ناقصه فيتامينز، ناقصه حاجات تانية بجانب فيانسي. مش هيبقى فيانسي هو الاساس، لا ده انا هعالج شعري وهتغذى كويس وهاخد الفيتامينز المناسبة لشعري، وفي نفس الوقت هستعمل فيانسي. فدي برضو حاجة انا حبيت برضو اوضحها النقطة دي، لان بتختلف على ناس كتيرة جدا وبتجيب حاجات غالية قوي وبتعتقد ان هي دي اللي فيها العلاج، وبيبقى في حاجات تانية انا محتاجة انها تكون بجانب العلاج علشان شعري يتحسن مظهره، علشان تتحل مشاكله، تحل مشاكل التساقط وغيره. بس كده، فده كان ريفيو النهارده، اتمنى يكون ريفيو خفيف على قلبكم كده وتكونوا استفدتوا منه. ولو جربتوا بقى كريم فيانسي او لو حابين تجربوه ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس رايكم فيه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وريفيو جديد. باي باي.